عندي الحبيبة في نقل مباشر عبر فضائية جون. الزميل زهير عبادي الميكروفون معك. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم في كل مكان على شاشة الجون الرياضية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا من ملعب مدينة شندي نرحب بكم في أول نقل بث مباشر وحصري على هذه الشاشة، شاشة جون الرياضية. اللقاء الكبير، لقاء الأسبوع السادس عشر، لقاء الأهلي شندي الأرسنال، وهو يستضيف المريخ العاصمي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر. كما ذكرنا لقاء كبير، حشود جماهيرية ضخمة تملأ المدرجات، الأهازيج، الأناشيد، الفاضل أبو شنب، ومباراة كبيرة نسق في قيادة حكيمة من هذا الحكم بمعاونة عوض بخيت مصطفى إبراهيم، وحكم رابع آدم أحمد الزين. اللقاء انطلق قبل ثواني من الآن كما تتابعون سريعا إلى تشكيل الفريقين، لكن بعد هذا الهجوم الأول المريخي وإيديكو ريني ومحاولة التصويب واستماتة أهلاوية في بداية مريخية عاصفة من الناحية اليمنى. إذا أمكن وإذا أزعف الوقت لنقول التشكيل إن شاء الله سنقوله، ولكن نتابع انطلاقة الأهلي شندي والمباراة حامية الوطيس منذ البداية، وربما يعني تمرير على الجانب نعم، ولكن أقرب وأسهل عند دفاعات المريخ. قلت إنه سنعلن عن التشكيل ونقول التشكيل إذا أزعف الوقت، إذا أمكن الوقت. سريعا نقول منير الخير في حراسة مرمى الأهلي، النور التجاني، مالك إسحاق، مسلم الطيب، أحمد الفاضل، جعفر بركية، باسيرو بامبا، فيصل موسى، فريد محمد نجيب في خط وسط الأهلي، وإيكي فرانسيس، يعقوب عبد الرزاق في المقدمة الهجومية. بالنسبة للضيوف المريخ العاصمي، عصام الحضري في حراسة المرمى، العايد، واو باسكال، نجم الدين محمد عبد الله، بله جابر، مصعب عمر، أحمد الباشا، بدر الدين قلق، إيديكو ريني، ومحمد هنو، ستيفن وارجو، ونصر الدين الشغيل. احتياط المريخ الحارس ياسين يوسف، كليتشي أوسنوا، موسى الزوما، سعيد مصطفى، محمد مقدم، وفيصل العجب، وحمد عباس الشجرة. بالنسبة لاحتياطي فريق الأهلي، عروة، سحمي صلاح، محمد عوض، مهيد خالد، أحمد الجعلي، علي عبد اللطيف، عصام عبد الرحيم. احتياطي حراسة مرمى، وهنا انطلاقة أهلاوية على الناحية اليسرى والإبعاد مريخي. قلت إذا أمكن الوقت وإذا أسعف الوقت سنحكي عن هذا اللقاء، سنتحدث عن هذا اللقاء، لقاء الأسبوع السادس عشر. الأهلي صاحب 20 نقطة في المركز السابع، والمريخ صاحب المقدمة، صاحب المركز الأول ب39 نقطة. الأهلي المنطلق، الأهلي الذي يعني انفلت زمامه وانطلق كالبركان بعد لقاء الأهلي الخرطومي والثلاثية، فوز على الهلال على هذا الملعب، فوز على الأمر العبراوي على هذا الملعب، ولم يتوقف الأهلي. والبعض وإن كان يعني نخط خطين تحت كلمة البعض ينتظر توقف الأهلي عن الانتصارات على هذا الملعب عبر هذا اللقاء المريخي. نتابع بله جابر والتمرير على الجانب، هنو في انطلاقة، وموجود النور التجاني، القائد النور التجاني موجود، والتصفيق من المدرجات، وباسيرو بامبا، والطولية الأمامية من باسيرو، وعلى السطر باسكال، واو باسكال، وإيكي فرانسيس، وحوار إفريقي، والتمريرة من إيكي فرانسيس، ولكن القراءة والمتابعة من بله جابر، والأمامية مباشرة وخطأ وصافرة. قلت إنه المريخ صاحب 39 نقطة، هزيمة وحيدة في مباراة أخيرة في الدورة الأولى أمام الأهلي شندي. الأهلي الخرطوم عفوا، الأهلي شندي يلاقيه اليوم، لا نعرف هل يخسر أم يكسب المريخ اليوم. وهنا أمامية، والنور التجاري موجود، ومنير الخير موجود، فعل الخير، وحارس المنتخب الأولمبي، حارس مرمى الأهلي شندي. القيادة الفنية لا نظلمها في الفريقين، مواجهة عربية، مواجهة الثورات العربية وربيع الثورات العربية، مواجهة تونسية مصرية، مواجهة ميدان التحرير بثورة الياسمين وبن علي زين الهاربين. الكوكي في القيادة الفنية للأهلي شندي، وبالتأكيد حسام البدري القيادة الفنية للمريخ. على الجنب أحمد الفاضل، أمامية من أحمد باتجاه إيكي فرانسيس، رأسية إيكي باتجاه يعقوب، ولكن أقرب بله جابر يقطع، والإبعاد مباشرة من الدفاعات باتجاه إيديكو ريني. في انطلاقة إيديكو، يتوغل إيديكو الخطير بالرقم 20، إيديكو والتصويبة قوية، ممكن جول وارجو ستيفن النيجيري القصير المكير، ستيفن وارجو، ورغبة عارمة قوية في العودة للتألق والتهديف ومعانقة الشباك في أول اللحظات. ستيفن وارجو
بانطلاقة ماكرة من الجانب الأيمن لإيديكو مارساريني، وقوية عجز عنها منير الخير، صدها أمامية. ونتابعها في الإعادة، نتابعها في الإفادة. لاحظ، تابع انطلاقة إيديكو ريني، توقل، تقدم، لم يعترض أحد، لم يعترض أحد، ووجد زمن ووقته، وصوب مباشرة بين يدي منير الخير الذي عجز عن صد الكرة مباشرة أمام القصير المكير ستيفن وارغو في أول الظهور، في أول العبور، في أول المرور، في أول الأهداف، في أول اللحظات. والفرحة مريخية، الفرحة حمراء وصفراء، والمدرجات تشتعل بألوان الأهلي بنيران المريخ. المدرجات مشتعلة وتزداد اشتعالا. مباراة ساخنة، مباراة على صفيح من نار، على لهيب ساخن، ولم تبوح بكل أسرارها حتى صافرة الحكم الأخيرة، حتى صافرة الفاضل أبو شنب الأخيرة. لقاء مراقب ومرتقب من الجميع، من كان طرفا أصيلا فيه ومن لم يكن كذلك. وإياك أعني يا هلال، ينتظر خدمة مقدمة من الأهلي، والأهلي يتراجع ويتخاذل في أول اللحظات. النيل ينتظر، الخرطوم تنتظر، الأمل ينتظر، الكل ينتظر هذا اللقاء. لقاء طريق الشمال، طريق الموت، طريق المطبات. الآن شندي، وبعد غد أو ربما بعده عطبرة. طريق أصبح وعرا وشاقا، وشندي أول العقبات، شندي أول الصعوبات، والبقية تأتي في عطبرة. وهنا التصويبة قوية ولكن بعيدة، بعيدة التصويبة عن مرمى منير الخير. بداية مريخية قوية، بداية في أول اللحظات، في أول المفاجآت. وهنا بنك بدلاء الأهلي، والمفاجأة والصدمة القوية من اللاعب المكير القصير ستيفن وارغو. لم تكن متوقع صراحة. أنا حتى كمعلق كنت أتوقع الإثارة، أتوقع المتعة، وأتوقع الأهداف، ولكن لم أتوقعها في الخمس دقائق الأولى. والبدري فيما يفكر، هل تفاجأ هو الآخر بهذا الهدف المبكر؟ عموما إن كان يحتسب له أن لم يحتسب، فهو سعيد الآن بهذا الهدف. وهنا بل جابر، تحويل على الناحية الأخرى باتجاه هو وباسكال، العائد لإكمال واستكمال مشوار الإبداع الذي بدأه مع المريخ وأوقفته الإصابة. والحضري، ومراقبة ومتابعة من إيديكو الخطير، والإبعاد. باسيرو يعود للخلف، أحمد الفاضل يحول على الناحية الأخرى، مسلم الطيب يعيد للخلف باتجاه مالك، خازن أسرار دفاعات الأهلي شندي، لاعب الخرطوم السابق ولاعب ناسار والنيجيري الأسبق. ووارغو في الوسط، تعود أهلاوية، تحول على الجانب الآخر، أحمد الفاضل أمامية، محاولة المرور والعبور والضغط والمتابعة. تعود لوارغو، لقلق، لإيديكو، مارسال، تعود لقلق من جديد، يحول، مقطوعة لصالح الأهلي، أمامية باتجاه إيكي فرانسيس، لاعب دلتا النيجيري، يحاول المرور، يمرر، فريد الحريف الرهيب يعيد للخلف، فريد باتجاه باسيرو بامبا المالي القادم من النيل الحصحيصة. تعود في الوسط الأهلاوي، محاولة تنظيم هجمة، محاولة الخروج من هول الصدمة، محاولة العودة للمباراة. والمريخ يحترس، والمريخ يحاول أن يبقي الأهلي في دائرة الصدمة والصدمات، وهو قادر على ذلك حتى الآن. ولكن زي ما ذكرت وزي ما قلت، ستحتفظ هذه المباراة، سيحتفظ هذا اللقاء بسره وأسراره حتى آخر اللحظات. صدقوني، الأهداف قادمة أيضا، حتى بعد هذا الهدف ستكون هناك أهداف. وهنا مرور للقصير بل جابر، وأمامية مباشرة لإيديكو، إيديكو يعود للخلف، قلق، والقلق في وسط الملعب، الشغيل والأشغال الشاقة المؤكدة في وسط المريخ، يحول على الناحية الأخرى، تمريرات مريخية. الباشا أحمد أمامية في العمق، عودة للخلف من هانو، يحاول المرور والمطالبة بمخالفة، والحكم يقول انه لعب نظيف. مباشرة تتحول لناحية الأهلي، أمامية، تعود في الوسط، فيصل يحول على الناحية الأخرى، فيصل موسى يحولها باتجاه أحمد الفاضل، يعود للخلف مرة ثانية لفيصل، أمامية من صانع ألعاب الأهلي باتجاه إيكي فرانسيس، يحاول مغالطة الحضري ولكن بعيدة جدا عن مرمى عصام الحضري حارس مرمى المريخ. قلت خطين تحت الحضري، ولن نفصح ولن نتحدث، باعتبار انه في الامور امور وستفصح الايام عن الكثير. نترك الامر لمجلس اداره المريخ ولجمهور المريخ ولصحافه واعلام المريخ. اماميه من الحضري باتجاه إيديكو، راسيه خلفيه، تعود في وسط الاهلي، وارغو القصير مباشره لقلق، يحول على الناحيه الاخرى بدر الدين قلق، اماميه على الصدر، يحاول هنو،
التمرير ولكن مقطوعة. فريد يعيدها، فريد محمد نجيب مقطوعة لمصلحة المريخ، وتقدم للباشا والإبعاد مباشرة من مالك إيزاك، وسهلة لدى الحضري بالقدم مباشرة طولية أمامية، واستلام جيد من إديكو مارسال ريني المحترف في صفوف المريخ وأول أهدافه في الهلال الساحلي. وسط الملعب وقلق مستمر من بدر الدين، قلق والمرور، برافو قلق، مرور رائع وأروع تمرير روارجو. الباشا أحمد يحاول المرور، يعيد للخلف، القصير بلة جابر، والعكسية ممكن العكسية، لكن الأرضية تمريرة من بلة في الوسط وتبادل للتمريرات القصيرة بين لاعبي المريخ ووارجو. وارجو يتقدم ويحاول مغالطة الحارس، تصطدم بالدفاع، تعود تحت ضغط مريخي. بدر الدين أو الشغيل مقطوعة لمصلحة الأهلي، تمريرة أمامية باتجاه إيكي فرانسيس. إيكي يحاول الاستلام، يحاول التمرير، ولكن ضغط كبير عليه من نجم الدين مفتاح التأمين في دفاعات المريخ، نجم الدين محمد عبد الله. رمي التماس تنفذ مباشرة وسط ملعب الأهلي، جعفر بركية، جعفر يحاول المرور، أمامية من جعفر باتجاه فيصل موسى، يحاول المرور والصافرة والمخالف، الفاضلة وشنب والصافرة والمخالف على هذا اللاعب فيصل موسى صانع ألعاب الأهلي. تحول مباشرة على الناحية اليمنى، أهلاوية والعكسية داخل المنطقة، بلة جابر في الانتظار والمراقبة، فيصل موسى والمرور من بلة جابر، لكن الكرة تعبر وتمر إلى رمي التماس. قلت إنه لقاء كبير، لقاء خطير، لقاء مثير، والمدرجات عن آخرة. مدينة شندي على أصبع واحد داخل الملعب وخارج الملعب وخارج الاستاد، الكل يؤازر، الكل يساند، الكل يراقب هذا اللقاء الكبير. وهنا خطورة قادمة على دفاعات الأهلي، ولكن مالك إيزاك مالك في حماية وعودة لمنير الخير، ومنير الخير يبعد مباشرة طولية أمامية، ورأسية نجم الدين تعيد مرة ثانية إلى مناطق الأهلي. أحمد الفاضل يستلم، أحمد يمرر، فيصل موسى بينية أمامية باتجاه إيكي فرانسيس، ونجم الدين موجود، الحراسة والمراقبة، والكرة تصطدم بإيكي فرانسيس مباشرة إلى ضربة مرمى مريخية. حتى الآن المريخ مسيطر، حتى الآن المريخ يمسك بزمام المباراة، حتى الآن المريخ يسكت المدرجات الشنداوية التي كانت تأمل وتحلم بفوز عريض أو فوز حتى خجول على فريق المريخ. يعني لو تفوز على المريخ 1-0 يكفي كما فعل مع الهلال، المهم أن يفوز. ولكن حتى الآن الأهلي يعني زي ما ذكرت هو تحت الصدمة، تحت هول أول هدف من هذا الغصير المكير ستيفن وارجو، لاعب انيمبا النيجيري السابق طبعا، الذي كان معارا بالجمهورية الليبية. على ذكر انيمبا، اغتيال الشعب، تعادل طيب كان للهلال بالأمس مع هذا الفريق تحت ظروف يعني يمكن تابعه وراقب الجميع في ملعب استاد انيمبا. وهنا مخالفة من الشغيل لمصلحة الأهلي شندي، وباسيرو بامبا تحويل على الناحية الأخرى، الناحية اليمنى، مقطوعة تبعد مباشرة إلى رمي التماس. بدأ بالخسارة خارج الديار أمام حي العرب، واستمرت خسارات الأهلي، خسر أمام الخرطوم في مدينة الدامر، وخسر أمام المريخ، وخسر على هذا الملعب من النسور، واستمرت الخسارات حتى جاء ربيع الأهلي، وجاءت الانتفاضة أمام الأهلي الخرطوم هناك في مدينة الخرطوم. وبعد ذلك كان التفوق الأكبر على الضلع الثاني أو الأول كما يحب ويهوى العشاق والأنصار الهلال على هذا الملعب. وهنا عكسية أمامية، وأحمد الفاضل يبعد بالرأس، تعود في الوسط الباشا يحاول السيطرة والشغيل، مقطوعة تعود لمصلحة بلة جابر، يحاول السيطرة، برافو، سيطرة جيدة من بلة جابر، يعيد للخلف نجم الدين في الوسط الشغيل، يحاول لقلق، تحويل مرة ثانية لبلة جابر بالراس، يعيدها لبلة جابر من جديد من نجم الدين لنجم الدين من جديد، امتصاص لغضبة أهالي شندي، لغضبة أحفاد المكنمر من جانب لاعبي المريخ بتمريرات قصيرة وتحويل اللعب من ناحية لأخرى. بلة جابر أمامية باتجاه هنو وانطلاقة من السريع، هنو كم سريع وكم قصير وكم مكير في هذا اللقاء، هذا واحد منهم. بلة جابر العكسية داخل الصندوق وتمر عبر المدافع، ولكن كان بعيد إيديكو عن اللقطة، عن الكرة. والفاضل بشنب يقول ضربة مرمى أهلاوية. متابعة في الإعادة مع الزميل أبو بكر الشريف،
ويعني البعض يعني يقول انها ربما لامست مدافع فريق الاهلي، ولكن الفاضل بشنب هو صاحب القرار الفصل في هذا الامر. ضربة مرمى نفذت. فيصل موسى اماميه باتجاه ايكي، ولكن قراءة جيدة من نجم الدين. قلت انه هو برج المراقبة ومفتاح التأمين في خانة ليست غريبة عليه، ولكن غريبة عليه في المريخ قلب الدفاع في غياب محمد علي سفارة. وهنا الامامية والراية، نعم امامية والراية وصفارة، وضربة حرة غير مباشرة لمصلحة الاهلي. واكثر من ربع ساعة مرت على اللقاء والاهداف جاءت باكرا، او الهدف الوحيد حتى الان ستيفن واردو. والتوجيهات المستمرة من المنطقة الفنية محمد عثمان الكوكي، مدرب قدير مدرب ناجح، قيادة جيدة مع هذا الفريق الأهلي. أول مفاجأة كانت للأهلي قبل هذا الهدف، قبل هدف وارجو، كانت هزيمة مفاجئة مباشرة بعد العودة من معسكر الأسكندرية أمام حي العرب. يعني السكورتا فعلوها رايح جاي، فازوا في مباراة الذهاب وفازوا أيضا في الإياب، وهنا إياب وذهاب من هذا اللاعب إديكو، هذا اللاعب العملاق إديكو ريني، والعكسية الأرضية المحسنة، وهنو يحاول، ولكن الدفاعات موجودة، الدفاعات موجودة، ومسلم الطيب يبعد خطورة أكيدة كانت من أمام اللاعب هنو. سريع وخطير محمد عثمان هنو. أمامية إيكي فرانسيس، حتى الآن لا يجد الحلول. إيكي فرانسيس الهداف السابق لفريق الخرطوم، والقراءة من باسكال العايد زي ما قلنا لاستكمال وإكمال مشوار تألق جيد في أول ظهور له مع المريخ هذا الموسم. هذا اللاعب الإيفواري باسكال واوا هو ورفيقه الآخر الغايب عن هذا اللقاء هداف المريخ اللاعب جوناس ساكواها، بداعي الإصابة، إصابة في مباراة الأهلي الساحلي والمريخ، وتفوق بهدفين. تدخل من إيديكو مع فيصل موسى، يمر فيصل أمامية من فيصل، وانطلاقات إيكي منتظرة ومرتقبة، ولكن نجم الدين في الرغابة والمراقبة، وإبعاد من نجم الدين. أفضل مبارياته لقاء الهلال الساحلي، وحتى الآن ما مضى من عمر هذا الشوط. تناغم وانسجام ما بينه وما بين اللاعب باسكال واوا. الأهلي حتى الآن يبحث عن دخل من إيديكو، عن شخصيته، شخصية فريق الأهلي الشنداوي الأرسنال، نمور شندي. نمور مع فيصل ليست من ورق، ولكنها نمور بذل وعطاء وعرق. جربناها وشاهدناها أمام الأمل، أمام الهلال الساحلي، وأمام الهلال العاصمي كذلك، وأمام الهلال كادوغلي، وأمام الخرطوم في آخر مباراة تعادلية هناك في الخرطوم. ينفذ التماس مباشرة باتجاه الحضري. أمامية هنو القصير، ولكن النور التجاني لباسيرو. بامبا يعيد لمنير الخير حارس منتخبنا الأولمبي. عديد اللاعبين في صفوف الأهلي، وهنا نظرة ومتابعة ومراقبة من حسام البدري، غير راضي عن التمرير الأخير والإبعاد. وخطورة ومحاولة بناء هجمة من جانب الأهلي. باسيرو بامبا يحول على الناحية الأخرى باسيرو، ولكن الكرة تطول وتبعد إلى تماس. مسلم الطيب في التنفيذ، يعيد للخلف مسلم، أمامية بينية، فريد يحاول المرور، فريد صاحب مهارة، صاحب أداء راقي وعالي وجيد، تعود للنور التجاني لاعب منتخبنا الوطني، والمباراة الشهيرة أمام كينيا في بطولة إلجي. مدافع متميز صاحب طول يعني فارع، ويعني مميز في قلب الدفاع. النور التجاني قاطع كل الأنوار والإضاءة عن هجوم الخصوم، ولكنه فشل أمام القصير ستيفن وارد. تنفذ التماس مريخية على الناحية اليسرى، تنفذ
ومباشرة إلى تماس. غريبة. مدرجات بدأت تصحو، مدرجات الأهلي شندي، وهنا البدري في توجيهات مستمرة. قلق من هذا الهدف الوحيد، قلق من عودة الأهلي شندي. الأهلي إذا يعود صعب إيقافه من جديد. ينتفض الأهلي، تصيب كاريزما المكنمر. لذلك البدري يعني مبرر هذا القلق وهذا الحذر والتوجيه المستمر. توجيهات أيضا من الكوكي، وهنا جانب من الحضور، بالمناسبة حضور كبير رسمي وشعبي في هذه المباراة. قلنا مباراة تحظى بحضور كبير في المدرجات، معتمد محلية شندي حضوره، وكذلك معتمد محلية المتمة ووزير الشباب والرياضة المحلي، وبالتأكيد رئيس بعثة نادي المريخ موجود وحضور، وكذلك اللواء مدني الحارس رئيس دائرة الكرة الجديد له التهاني والتبريكات بهذا المنصب موجود في بنك البدلاء مع حسام البدري. قلق، تمرير على الجنب، بلة جابر لقلق من جديد، يعيد قلق في الوسط. الشغيل أمامية من الشغيل باتجاه الباشا، والقراءة موجودة من الدفاعات، تعود لوارجو. وارجو فاصل من المراوغة، مضغوط على وارجو، معه أكثر من لاعب. وارجو يحتفظ بالكرة، يعيد لبلة جابر، يعيد لقلق. قلق يحاول العودة للخلف، مضغوط عليه، مقطوعة الكرة ولكن مقطوعة بمخالفة. تأخر كثيرا قلق في التمرير، وبالنهاية ارتكب المخالفة مع العائد للمساندة يعقوب. لاحظ الكرة كانت بين قدمي قلق، ولكن فاني كان لمصلحة يعقوب، والمخالفة كانت من بدر الدين قلق. تلعب مباشرة أمامية من أحمد الفاضل، تعود للشغيل في الإبعاد. قلق وأحمد الفاضل، قلق بالراس باتجاه هنو سريع، والنور التجاني موجود. هنو التجاني، هنو والنور التجاني، ومخالفة من هنو. أول حكم المساعد موجود، واحتسبت عبر راية الحكم المساعد الأول، كان قريب جدا من الحالة. وسط الملعب جعفر بركية يتحول، يعيد للخلف. مالك إيزاك أو مالك إسحاق، أمامية من مالك باتجاه أحمد الفاضل على الصدر، يستلم بكنترول جيد أحمد الفاضل في الوسط. يعقوبو يحاول التمرير الأمامية بتأكي فرانسيس، والغراء من بلة جابر الخلفية، تعود في الوسط، والشغيل بالراس في الإبعاد. مالك يبعد أيضا بالراس، تعود فيصل موسى، تمريرة باتجاه إيكي فرانسيس، يمر إيكي، ولكن موجود بلة جابر يبعد، والكرة إلى ركنية. عكسية أهلاوية على الناحية اليسرى، تنفذ مباشرة داخل الصندوق، ولكن تبعد، لا زالت خطيرة بالنسبة للأهلي، وتنفذ مباشرة، وقلق كبير من الحارس عصام الحضري. كرة كانت خطيرة جدا على مرمى عصام الحضري. لاحظ وتابع في الإعادة تصويبة فريد ومن جنبه، لكن الكرة لحسن حظ الحضري. تنفذ طولية أمامية من الحضري باتجاه إيدي كوريني بالراس باتجاه هنو يتقدم، موجود النور التجاني، يبعد مالك إيزاك في الوسط. الشغيل يعيدها، يتركها الشغيل قلق، عكسية، ولكن تمر على وارجو، تعود فريد والهجوم المعاكس للأهلي. فريد يقود الهجمة العكسية، يمر بمهارة فريد، يعود من جديد. تأخرت الهجمة المرتدة للأهلي، تعود للخلف. مالك طولية أمامية من مالك، سهلة مباشرة باتجاه عصام الحضري. اقتربنا من نصف الساعة الأول من عمر هذا اللقاء. الأهلي شندي المريخ، والنتيجة هي تقدم المريخ في أول اللحظات عبر ستيفن وارجو. أمامية أحمد الباشا في مطاردة، مسلم الطيب وأحمد الباشا، وحوار ثنائي، يعيد إلى الخلف. إيديكو يعيد في الوسط. الشغيل يتقدم، يحول على الجانب الآخر بطريقة جميلة. بلة جابر، بلة يمرر في الوسط، تلعب في العمق، ولكن الكرة بعيدة على بلة جابر، تذهب مباشرة إلى ضربة مرمى.
ننتظر انتفاضة الأهلي، ننتظر عودة الأهلي ليرتفع إيقاع اللقاء أكثر. المريخ بعد إحرازه للهدف يمكن هدأ إيقاعه قليلا بانتظار ردة الفعل من الأهلي. وهنا باسيرو بامبا في الوسط الأهلاوي يحول على الناحية الأخرى باتجاه مسلم الطيب، طولية أمامية من مسلم الطيب، والقراءة والمتابعة من بلة جابر. يحول على الجنب مباشرة لقلق قائد المريخ في هذا اللقاء لبلة جابر من جديد لهنو، يسيطر هنو، مضغوط على هنو من النور، يعيد هنو للخلف لقلق، قلق في الوسط الشغيل مضغوط على الشغيل، مقطوعة تتحول إلى هجمة معاكسة. فريد محمد نجيب على الجنب، فريد وتخلص جيد من إيكي فرانسيس، ولكن المتابعة والرقابة اللصيقة والكرة مقطوعة لمصلحة المريخ. أول هجمة منظمة للأهلي ولكن القراءة كانت موجودة. قلت إنه الأهلي يمكن أن يعود في أي وقت، وإذا عاد الأهلي يحلو اللقاء أكثر وأكثر، ولكن أثق تماما في أن الأهداف لن تنتهي بهذا الهدف الوحيد. إديكو يعيد إلى الخلف، مقطوعة تعود في الوسط، فريد يحاول، مضغوط على فريد، مقطوعة تعود للخلف لمصلحة المريخ. باسكال يحول على الناحية الأخرى، هنو عايد من التسلل، هنو على راية الحكم المساعد، على راية مصطفى إبراهيم عايد من التسلل اللاعب هنو. لما وصلت الكرة لم يكن متسللا، ولكن على راية الحكم المساعد انه كان موجود في وضعية تسلل قبل تمرير الكرة. النور التجاري في التنفيذ، أمامية تبعد مباشرة من نجم الدين، تعود للنور من جديد، هنو موجود والكرة إلى تماس مريخي. بل جابر سيكون على تنفيذ التماس. تنفذ مباشرة باتجاه إيديكو وحماية للكرة من إيديكو، مضغوط على إيديكو من النور، يعود إيديكو للخلف، الشغيل يحول على الناحية الأخرى، والكرة تطول وتعبر وتمر إلى تماس. طالت على مصعب عمر وتحولت مباشرة إلى تماس. تعود في الوسط، فريد تمريرة أمامية مقروءة تماما من باسكال ومبعدة إلى تماس جديد. ينفذ التماس لمصلحة الأهلي، وظاهر أمامك البدري حسام، تنفذ التماس لمصلحة الأهلي، تبعد مباشرة باتجاه إيديكو والنور أطول يأخذ بالرأس، الشغيل تعود لمصلحة باسيرو بامبا، يمرر باسيرو وتصويبة قوية جدا، برافو. أول تسديدات وتهديفات الأهلي يعني أول التحذير والرسائل القوية لهذا اللاعب اللي أمامك بالرقم 9 فيصل موسى، كاد أن يصيب مرمى عصام الحضري. تابع، لاحظ الاستدارة، لاحظ والتصويبة القوية مباشرة، لكن صراحة ردة الفعل كانت سريعة جدا وقوية جدا من الحارس عصام الحضري مباشرة إلى ركنية أهلاوية. وسيصحو الأهلي على إيقاع هذه ركنية أهلاوية، تنفذ داخل الصندوق والإبعاد، لا زالت الخطورة أهلاوية والعكسية داخل الصندوق من جديد، والإبعاد من جانب الشغيل. الباشا يحاول بالراس، تعود لمسلم الطيب في الوسط، إيكي أو مالك إسحاق، أمامية وما فيش تسلل ومضغوط عليه، ويعود فيصل موسى وبالراس مباشرة يبعد قلب الدفاع. الأهلي يضغط، الأهلي يحاول استثمار تراجع المريخ في هذه الأثناء. فيصل موسى يحاول على الناحية الأخرى، لا زالت الخطورة أهلاوية والعكسية، لكن بعيدة العكسية
عن حتى القائم البعيد. هنا اعتذار من جانب عبد الرزاق يعقوب صاحب العكسية الأخيرة، وبدأت المدرجات تصحو. بدأت مدرجات الأهلي شندي تصحو مع هذه الصحوة داخل الملعب من جانب الفرقة الأهلاوية. وهنا عصام الحضري ربما يعاني بعض الشيء في اللقطة الأخيرة. زي ما ذكرت، أول خسارة للأهلي كانت في افتتاحية الممتاز أمام حي العرب في مدينة بور سودان، ثم خسر على ملعب الدامر من الخرطوم، وخسر بثلاثية من هذا الفريق اللي يلاقيه اليوم فريق المريخ بثلاثية في استاد المريخ. خسر من النسور كذلك على هذا الملعب بهدفين لهدف، تعادل مع جزيرة الفيل على هذا الملعب بهدفين، والصحوة والانطلاقة والبركان انطلق أمام الأهلي الخرطوم بالخرطوم بثلاثية، ثم عاد الأهلي لينتصر على هذا الملعب. نتابع هنا العكسية اللي كانت بعيدة جدا عن مرمى عصام الحضري. قلنا الصحوة كانت أمام الأهلي الخرطوم، ثم تواصلت أمام الهلال، وتواصلت أيضا بضربة جزاء في الثواني الأخيرة كادوغلي، وتعادل بلا أهداف أمام النيل الحصحيصة في الحصحيصة، وإيجاب هدف لهدف أمام الموردة، وكذلك تعادل هدف مدني، فوز على الأمل بثنائية، ثم على هلال الساحل برباعية، ثم خسارة مفاجئة وغريبة مباشرة بعد العودة من معسكر الاسكندريه امام حي العرب. نعود للمباراه ولأجواء المباراه ولسخونه المباراه ولباسيرو بامبا في هذه اللقطه ولهذا التدخل مع بدر الدين قلق والمخالفه على قلق. تلعب مباشره، فيصل موسى يمرر إيكي فرانسيس، والابعاد من جانب نجم الدين اماميه باتجاه ايديكو، والرايه موجوده والتسلل ايضا موجود على ايديكو ميرساريني. احمد الفاضل اماميه من احمد، بل جابر موجود ونجم الدين موجود، يتدخل إيكي فرانسيس، يستحوذ إيكي مضغوط عليه من نجم الدين مباشره طوليه اماميه اقرب للحارس منير الخير، حارس منتخبنا الاولمبي. ظاهر امامك الكوكي التونسي القدير في القياده الفنيه لفريق الاهلي. تجاوزنا نصف ساعة من انطلاقة اللقاء، النتيجة 1 ستيفن وارجو المريخ لا شيء الأهلي شندي. الأسبوع السادس عشر للممتاز السوداني. بل جابر على الجنب لقلق، يحاول قلق والكرة تطول ومباشرة إلى تماس. أحمد الفاضل في التنفيذ أمامية باتجاه إيكي، موجود بلة يقطع في السكة، وهناك مخالفة لمصلحة بل جابر على اللاعب اللي امامك على الصوره إيكي فرانسيس، زي ما ذكرنا لاعب دلتا النيجيري ولاعب الخرطوم السابق، لاعب هداف، لاعب يعرف الطريق الى الشباك، لكنه حتى الان عاجز عن الوصول الى مرمى عصام الحضري. لاحظ اعاده اللقطه والمخالفه من جانب إيكي فرانسيس. عصام الحضري سيكون في التنفيذ سيكون داخل المنطقه، تنفذ مباشره اقرب منير الخير. اماميه من منير، تعبر بله، يعيد بله بالقدم، تعود لقلق على الناحيه اليمنى، يعيد لبله جابر لقلق، ولكن تقطع في السكه من جانب فيصل موسى الى رمي التماس. بل جابر في تنفيذ، ستيفن ينتظر، وصافرة من الحكم يعكس رمية التماس. تنفيذ خاطئ
من جانب بلة جابر. فيصل موسى يحاول التمرير، مقطوعة من الشغيل لقلق، تمريرها باتجاه هنو ومسلم الطيب، يمر هنو ويعبر هنو على الناحية اليسرى، ووارجو يصعد وإيديكو كذلك، وتمر ويعود باسيرو بامبا ويبعد بالراس. كرة كانت في طريقها لستيفن وارجو، ولكن عودة باسيرو بامبا المالي يبعد خطورة أكيدة من أمام مرمى منير الخير. قراءة جيدة من لاعب جيد، لاعب ارتكاز ممتاز هو اللاعب باسيرو بامبا. لاحظ في الإعادة مع الزميل أبو بكر الشريف ومخرجنا إبراهيم عكسية هنو ووارجو. لاحظ كان في الانتظار، تنفذ العكسية والشغيل كاد أن يصيب مرمى منير الخير للمرة الثانية، ولكن الكرة عبرت ومرت. ضربة مرمى أهلاوية تنفذ مباشرة والشغيل في صعود وإبعاد، تعود باتجاه هنو. مسلم الطيب، هنو يمر، هنو يحولها باتجاه وارجو، ولكن الكرة تعبر وتمر عبر رأسية، تعود لباسيرو بامبا. باسيرو يتحول، يمرر باسيرو باتجاه إيكي فرانسيس، إيكي مضغوط على إيكي من نجم الدين، يمرر إيكي، تعود لباسيرو. باسيرو يحاول المرور، باسيرو قلق موجود، يمرر في الوسط، تعود لمصلحة الأهلي. جعفر بركية يعمل تمريرة أمامية، لا زالت الخطورة قائمة ولكن تبعد مباشرة على الناحية اليسرى، وفريد موجود يتابعه والكرة إلى تماس. نفذ التماس مباشرة لمصلحة الأهلي، عودة لمصعب مقطوعة، تعود لفريد في مراوغة، في مرور فريد يعيد للخلف، يعقوبو لبركية ليعقوبو، والكرة لا زالت داخل الملعب لم تخرج، يعيد للخلف يعقوبو لفريد، فريد يمر فريد، وهناك اعتراض ومخالفة لمصلحة اللاعب فريد من اللاعب مصعب عمر. اعتراض من جانب مصعب عمر ومخالفة أهلاوية أقرب للراية الركنية على الناحية اليمنى. لاحظ هنا فريد والمراوغة والتمويه، محاولة المرور والاعتراض من جانب مصعب عمر. إذا مخالفة أهلاوية خطيرة على الناحية اليمنى. عدد كبير من لاعبي الأهلي داخل الصندوق. كرات العكسية ممكن نشهد منها أهداف. تنفذ العكسية داخل الصندوق والحضري يبعد باليد، يبعد عصام الحضري، تعود لمالك إسحاق، يعيد للخلف أحمد الفاضل، يبعد أحمد، وهناك راية وهناك تسلل، هناك راية وهناك تسلل. اقتربنا من نهاية شوط المباراة الأول. الأهلي المريخ، والمريخ يتقدم عبر ستيفن وارجو. عصام الحضري طولية أمامية من عصام داخل الصندوق، والإبعاد من جانب إيكي فرانسيس لفريد. فريد يستلم ويعبر ويمر بطريقة ذكية وجميلة. فريد يحول على الناحية اليسرى أحمد الفاضل، أحمد الفاضل يمر كذلك من بلة جابر، يبحث عن الزميل، يمر لفريد، مضغوط على فريد من جانب الشغيل، يمر الشغيل، ولكن هناك صافرة وهناك مخالفة على هذا اللاعب اللي أمامك على الصورة. الفاضل أبو شنب موجود. لاحظ وتابع في الإعادة تدخل الشغيل على دائرة الوسط.
لاعب مهاري جدا اللاعب فريد محمد نجيب. وسط هجومي متقدم جيد مع فيصل موسى، ويعني صراحة وسط أهلاوي متميز باعتبار أن الارتكاز باسيرو بامبا وكذلك اللاعب جعفر بركية، في حين نجد فيصل موسى وفريد محمد نجيب كساعدي هجوم على أفضل ما يكون. وهنا باسيرو بامبا، هل تكون في المرمى يا باسيرو؟ ربما، ولكن بعيدة وتنفذ رأسية تعود لعصام الحضر. سهلة كانت لدى طولية أمامية إيدو كوريني ويخطيها مسلم، تعود مالك إسحاق وإيديكو مضغوط على إيديكو، يمرر الكرة باتجاه الباشا، الباشا يحول اللعب على الناحية اليمنى والكرة تهرب، لا يدرك الكرة بلا جابر اللي قلق يعيدها للخلف. الشغيل أرضية باتجاه إيديكو يحاول المرور، إيديكو مضغوط عليه، فيصل موسى يتحصل على الكرة يمرر أمامية، يعقوبو في هجوم مرتد المرور يمر يعود، ولكن يعود إيديكو ليستخلص ويحاول التمرير والكرة إلى تماس. كان بطيء جدا يعقوب عبد الرزاق في هذه الكرة. ينفذ 5 دقائق تبقت على نهاية هذا الشوط، شوط المباراة الأول. الأهلي المريخ، والمريخ يتقدم عبر ستيفن وارد. مالك إسحاق في إبعاد، نجم الدين وبلا جابر يبعد نجم الدين، تعود لباسيرو بامبا بالراس مباشرة المريخ، هم يهدأ ولن يهدأ حتى يتعادل أو يفوز. بلا جابر، ستيفن وارغو قلق، بلا جابر على وضعية الجناح اليمين والعكسية منتظرة، نعم، ولا أحد سوى مسلم الطيب بالراس مباشرة باتجاه فريد ينطلق يراوغ، يعود فريد لمسلم من جديد، يحاول المرور مضغوط على مسلم، يعيدها للخلف لمالك، مالك في عمل إبعاد مباشرة، تعود بالراس للشغيل، يسيطر الشغيل، يحول على الناحية اليمين، بلا جابر أمامية من بلا لستيفن وارغو على وضعية الجناح، معه النور التجاني، النور وارغو، تعود لوارغو من جديد، وارغو يمر وارغو، والمخالفة والصافرة، نعم، مخالفة على النور التجاني. خطير هذا الغفير وارغو، يجيد المراقبة خصوصا إذا وجد المساحات. لاحظ وتابع في الإعادة، الرقابة كانت من النور التجاني، ووارغو يعبر من الناحية ويمر، اضطر النور التجاني للمخالفة. مخالفة مريخية في منطقة خطيرة. بدر الدين قلق، صاحب عكسيات متقنة ومحسنة، حايط صدم اللاعبين فيصل موسى وأحمد الفاضل، 6 لاعبين من المريخ داخل المنطقة. الشغيل موجود، الباشا موجود، الرأسية منتظرة، تنفذ العكسية على الزاوية وليست الغايم البعيد حتى على التماس الآخر، ولكن يلحق بها ستيفن وارغو يحاول العكسية، تعود في وسط ملعب الأهلي مباشرة. يعقوبو بطيء زي ما ذكرت في الهجمة المرتدة، تعود بركية، يحاول فيصل موسى، يحاول لفريد، مبعدة من جانب مصعب عمر، يحاول السيطرة هنو ويرتكب مخالفة هنو في وسط ملعب المباراة. هدأت المباراة بعد هدف المريخ، وارتفعت قليلا بعد تصويبة قوية جدا من جانب الأهلي، ثم عادت لتهدأ من جديد. فيصل موسى في توغل وتقدم، صاحب التصويبة الوحيدة للأهلي الخطيرة على مرمى الحضري. باسيرو، بركية يحاول البينية مقطوعة من الشغيل، تعود من جديد إيدي كوريني، مضغوط على إيديكو من النور، يمرر إيديكو باتجاه الباشا، لكن خاطئة تذهب لفريد، مقطوعة من فريد للباشا، يحاول التمرير، تعود لباسيرو في الوسط، باسيرو بامبا لبركية على الناحية اليمنى، مقطوعة من مصعب عمر للباشا، الباشا أحمد، تمريرة أمامية لهنو، يتبادل الكرة مع الباشا، يمر الباشا بطريقة ذكية، يمر على الناحية اليسرى الباشا، مضغوط عليه ويعود من جديد الباشا في فاصل من المراوغة، يعيد في الوسط، مصعب عمر والباشا، مصعب عمر من جديد، والكرة تطول على مصعب أقرب لمالك إسحاق، مباشرة طولية أمامية من مالك باتجاه إيكي، تبعد من جانب نجم الدين، وهناك مخالفة على اللاعب هنو.
دقيقة أو أقل تبقت على نهاية هذا الشوط بين الأهلي، ونتابع هذا الهجوم وهذه التصويبة القوية من جانب فيصل موسى باتجاه الحضري، ولكن تمر وتعبر فوق عارضة المرمى. فاروق جبرة البدري يرغب في أن ينتهي الشوط، وهنا نتابع إعادة تصويبة فيصل، وهنا تقدم لإيديكو على الناحية اليمنى، والنور التجاني مباشرة إلى تماس. قلت إنه جبرة البدري في ظهور مزدوج على الناحية الفنية، باعتبار إنه يعني لو ينتهي الشوط بهذه النتيجة بالتأكيد يعني رضا، لكن أن يتعادل الأهلي في هذه اللحظات بالتأكيد يؤثر على انطلاقة شوط المباراة الثاني. وهنا عادة للكرة للاعب بلة جابر اللي كان في وضعية التسلل. نعم، إعادة لبلة جابر اللي كان في وضعية التسلل على راية الحكم المساعد الأول. ضربة حرة غير مباشرة عبر النور التجاني. طولية أمامية من النور، واو باسكال في إبعاد تعود لباسيرو مرة ثانية في الوسط. فيصل موسى يحاول التمرير، مقطوعة تعود لإيكي، يعيد لفيصل من جديد. فيصل بينية من فيصل، قراءة من باسكال، وإبعاد مباشرة إلى تماس. عبر أحمد الفاضل في صفوف الأهلي في الوسط. فيصل موسى يحول على الناحية الأخرى. مسلم الطيب والعكسية الطولية داخل الصندوق، ويعقوبه يخطئ التسديد بالرأس. أخطأها يعقوب عبد الرزاق. أحمد الفاضل، يعقوبه يحاول البينية، مقطوعة من جانب الشغيل في الوسط. يمر وارجو بطريقة جميلة ومرتدة خطيرة للمريخ، وارجو والتمرير على الناحية اليمنى. إيديكو ما فيش تسلل، يتوغل إيديكو، يمر إيديكو، والخطورة والإبعاد من جانب أحمد الفاضل. خطورة كبيرة جدا كانت على مرمى منير الخير، ولكن عودة أحمد الفاضل أنقذت الموقف. توغل ستيفن وارجو، مرر على الجنب لإيديكو، توغل إيديكو كذلك، ولكن عودة أحمد الفاضل أبعدت خطورة كبيرة جدا في آخر اللحظات من أمام مرمى منير الخير. كان يمكن أن يكون ثاني الأهداف في آخر الدقائق. بدر الدين قلق في التنفيذ، تنفذ والرأسية ولكن بعيدة عن المرمى، لا زالت داخل الملعب. يعود باسكال، يترك الكرة إلى تماس. تلعب مباشرة باتجاه إيكي فرانسيس، ولكن كان هناك تسلل على اللاعب إيكي فرانسيس. يعني أحيانا لما تيجي اللقطة على اللاعب يعني هو يكون ما فيش وضعية تسلل، لكن قبل التمرير هو يكون عائد من وضعية التسلل، لذلك تجد أحيانا الاحتجاج من جانب المدرجات. رجل الخط موجود مع آخر لاعب في الملعب، لذلك هو يدرك تماما من هو في وضعية تسلل من الآخر. وهنا الحضري في تنفيذ الضربة الحرة غير مباشرة. أمامية، ولكن الإبعاد من مالك لمسلم لفريد، يعود فريد للمساندة وتبعد مباشرة أمامية. بلة جابر بالصدر في الوسط، يحاول المرور، مقطوعة. فيصل موسى تعود يعقوبه معه أكثر من لاعب، مضغوط على يعقوبه، يمر يعقوبه، يحاول التمرير ولكن تقطع لمصلحة نجم الدين محمد عبد الله. يمرر اتجاه النور، ولكن أقرب النور التجاني. النور لأحمد الفاضل، يعيد للنور التجاني من جديد، يحول على الناحية الأخرى. مسلم، تمريرات في المناطق الخلفية للأهلي. شندي هل يرغب في تنظيم هجمة ويبحث عن المنفذ والمدخل لدفاعات المريخ؟ طولية أمامية باتجاه إيكي، انطلاقة ونجم الدين، وحراسة مشددة على لاعب سريع ومكير هو إيكي فرانسيس. والكرة إلى ضربة مرمى مريخية.
ينفذ الحضري. إديكو رأسية من إديكو أقرب مباشرة للحارس منير الخير. فيصل موسى يتدخل بل جابر يبعدها في الوسط، تعود لا زالت لمصلحة جعفر بركية، يحول على الناحية اليمنى بطريقة جميلة. مسلم الطيب يتوغل يعيد في الوسط، تعود لفيصل مقطوعة، وفيصل يقاتل على الكرة، والشغيل يتدخل يستحوذ على الكرة، تمريرة أمامية، وهنا يطلق الفاضل أبو شنب عن صافرة انتهاء شوط المباراة الأول بين الأهلي شندي والمريخ الخرطوم. النتيجة